الفتن احفظ لسانك ففي الصمت السلامة. نعم أخي الحبيب، أيها السلفي السني، إذا أقبلت الفتن وادلهمت الأمور وجاءت الفوضى احفظ لسانك ففي الصمت السلامة. قال هند رضي الله عنه: كان النبي عليه الصلاة والسلام طويل السكوت. الله أكبر، هذا هديه وهذا سمته وهذه صفته. فداه نفسي وأمي عليه الصلاة والسلام